صباح الخير من شاطئ النخيل النهارده الاثنين 14 اغسطس. الحمد لله الجو راق، البحر نضف، الميه نظيفه النهارده الحمد لله، الجو رايق. الناس مش كتير النهارده، في شويه هوا وشويه موج. الشماشي مش كتير النهارده بالزحمه. هنا في المنطقة الأولى اللي هم 20 جنيه للزوار و10 جنيه للملاك، الشمس البيضاء والزرقاء. البحر بصوا جميل ازاي النهارده، في موجة خفيفة بس حلو يعني. المية رايقة والناس مبسوطة في المية. عوامات وشماسي، الناس قاعدة مبسوطة وجميلة، الجو حلو النهاردة، مفيش حر الحمد لله. ناس زحمة في المية. بصوا قاعدين على كراسي في المية، والله قاعدة جميلة الصراحة. كرسي كده على البحر كده، وسط المية، بصوا ولا تعوم ولا تعمل. الحمد لله. بص العشب كله راح، المية بقت بيضة. من اسبوع كده كانت المية بني، كان شكلها غريب الصراحة. عوامات، عايز عوامة، دي كانت عربية معمولة عوامة. بصوا الحاجز حطوه بره شوية علشان ايه، البحر عالي. هنلاقي كرسي في المية ده فكرة حلوة والله، كرسي في المية كده وتقعد، والمية والموج يجي عليك. دي منطقة الصفراء ب 50 جنيه للزوار، 25 جنيه للملاك. المنطقة دي هادية شوية، الشمس أكبر، الشمس هنا صفراء من 27. بص المنطقة الأولى قلنا من 1 لحد 27، والمنطقة الثانية من 27 لحد 47 أو 49، والمنطقة الثالثة من 49 لحد 73. أنا ماشي على الشط كده بس إيه، لو فيش شوف الأعشاب راحت فين. بص الحمد لله كلها اختفت، سبحان الله. البحر كان بني الأسبوع اللي فات، النهارده بص أبيض إزاي حلو. ولاد بتلعب على البحر، قعدة جميلة. الراجل على البحر كده من غير ما يتكلم كان ايه، ما صدعكمش يعني. يعني ايه الصورة بشرحها نفسها، مش محتاجة كلام. بص الحتة دي فاضية ازاي وحلوة، عشان بس ب 50 جنيه، فايه الناس ايه، كلها في الحتة ام 20 جنيه، محدش يجي ب 50 جنيه خالص يعني. حبة اللي عايز يجي على روقان كده يعني. بص الزحمة كلها الحتة اللي فيها الحواجز. انا مشيت كده كتير اهوت منطقتين، الحمد لله ما فيش اعشاب. الميه البني راحت، بقت كلها ميه زرقاء وخضراء وبيضاء. البدال دوت او الزحليقه بتاعت الميه ديت.
البحر كله حلو الحمد لله، ما فيش اعشاب في اي حته. ما ينفعش بقى هم يشيلوها ولا البحر اخدها. المنطقه الصفراء ب 50 جنيه هاديه خالص، مفيهاش ناس كتير. احلى قاعده في الميه، بصوا، مع كوبايه شاي، يوت سكاي والحصان كريت على البحر. بيطلع حصان جميل، يوت سكاي. البحر رايق، عوامات وجرادل. الحته اللي ما فيهاش حواجز ما فيهاش ناس. الناس بتعوم بالحته اللي فيها الحواجز. الميه رايقه جميله كده اهوت من اوله لاخره. الحمد لله ما فيش اعشاب. خدنا شط كله اهوت، ما فيش عشب خالص الحمد لله. دي بس حته صغيره هي فيها اعشاب، تقريبا قدام شارع 41 43. بس حبه اعشاب صغيرين يعني، مش زي الاول. برضه الناس مش عارف ليه نازله فيها، مش عارف، غريبه قوي يعني. شايفين الشط كله نازلين في الاعشاب ديت. هنا في الأربعينات كده من 41 ل 45 في شوية أعشاب. مش عارف الناس بيطلعوا بيدها إيه، شايف حد بيصد منها حاجة. في الناس تقريبا فيها سمك دايخ أو سمك ميت الناس بيطلعوه. طلع ايه من الاعشاب دي؟ طلع منها ايه؟
العشب بيطلع، اللي بيطلع في العشب ده البحث بيطلع سمك. بيدوروا على الحاجات اللي هي المهملات اللي وقع من الناس يعني. دول بيطلعوا الحاجات اللي واقعة من الناس، نظارات، اي مخلفات كده واقعة من الناس بيطلعوها. بصوا كل حاجة لها رزقها. واحد لقى نظارة، واحد لقى ساعة. بقول لك الأعشاب دي بتلم الحاجة اللي واقعة من الناس كلها بتيجي فيها. نوتي بيعملوا يا ربي اتاريهم بقى ايه، بيدوروا على حاجة اللي واقعة من الناس. هنا آخر الأعشاب إن شاء الله، مفيش أعشاب تاني. بعد كده نضيف. البحر بقى هنا نضيف اهوت، حلو الحمد لله جميل. نضف تاني اهوت، حته بس كده 100 متر 200 متر بس فيها اعشاب. خش بقى على المنطقه اللي هي الثالثه، الشماسي الحمراء. الدخول ب 30 جنيه للزوار، 15 جنيه للملاك. برضه فاضيه وحلوه تقريبا كده من اول شارع 49 لحد حاجه و70، او لحد شاطئ قشطه اللي هو الشاطئ الزراعي. يعني بصوا خدت الشط كله من الشوارع، من شارع 21 لحد شارع 70 كده في ربع ساعة كلها على البحر، وماشي بالراحة يعني. بس المية هنا حلوة ازاي. ولاد على المية بيلعبوا. دي كانت نهاية جولتنا في البحر النهارده. بص بقى على الشوارع بقى كده ونشوف الدنيا اخبارها في الشوارع بره. السلام عليكم.